يا مساء الفل، ازيكم؟ مساكوا سكر، مساكوا عسل، مساكوا كل حاجة جميلة. من فضلكم فعلوا الجرس، عايزة اشتراك وتعليقات. وقبل اي كلام صلى على رسول الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين وفي كل وقت محين. السكة اللي هي كلها حرام اخرتها حرام. مفيش حد بيمشي في طريق غلط الا لما بيبقى اخره دمار. نسمع المشكلة واحدة بتقول أنا كنت لسه صغيرة ما جبتش 20 سنة، كنت بشتغل في مكان ما وكان بيشتغل معايا شباب كتير. اتعرفت على واحد، حبينا بعض، ولما أنا وصلت لسن 20 اتجوزنا. فلما اتجوزنا طبعا أنا عندي طموح. قلت له بص، احنا ما عدتش هشتغل في المكان ده، أنا هفتح كوافير، وواحدة واحدة ربنا يكرمني لأن أنا بفهم في الحاجات دي. قال لي تمام. فتحت كوافير وهو فتح محل ملابس. فطبعا سبحان الله ربنا فتح علينا وبدأ القرش يجري في ايدينا. فبعد ما ربنا صلح الأمور والدنيا بقت ماشية تمام وبقى معانا فلوس ونجحنا واشتهرنا والكلام ده كله، بدأ الفلوس تكتر في ايده، دخل في سكة الحشيش والمخدرات. كان يسهر مع اصحابه في الكافيهات وفي الاماكن المغلقة عشان يشرب حشيش والحاجات اللي بيشموها دي. وكان بيجي يعني الفجر ما كنتش بعرف اتلم عليه. فحصل ما بيننا مشاكل، واقول له الموضوع ده لو ما بطلتوش انا هتطلق منك. قال لي يعني انت عايز ايه؟ قلت له اللي انت بتعمله بره اعمله في البيت، هات الحاجات دي واشربها في البيت. قال لي ما ينفعش لان انا مش بشرب لوحدي، انا بشرب مع واحد صاحبي. قلت له ما فيش مشكله، هات واحد صاحبك واقعدوا، اللي انتوا بتعملوه على الكافيه اعملوه في البيت، وانا هقعد في الاوضه لوحدي واقفل عليا. وفعلا جاب صاحبه وبقى يدخلوا الاوضه. طبعا بيشربوا الحشيش والدخان بيخرج من الأوضة. فبقيت أشم الدخان ده، بقيت أحس إن أنا أدمنته، بحس إن أنا اتعودت على إن أشم الدخان. فطبعا ما أقدرش أقول لجوزي إن أنا عايزة إن أنا أبقى معاكم وأشم معاكم، لأن صاحبه ما يعرفش شكلي. هو لما كان يجي ببقى قاعدة في الأوضة ما يعرفش شكلي. فجيت في لحظة عايزة الحشيش ده وعايزة أشرب وأشم والكلام ده كله، خلاص بقيت مدمنة ريحة الدخان. طب أعمل إيه؟ لو أنا قلت لجوزي مش هيوافقني، طب أتصرف إزاي؟ قمت جايبة نمرة صاحبه اللي بيجي معاه ويشربوا مع بعض الحشيش. قلت له أنا مرات فلان وعايزاك تجيب لي الحشيش ده لأن أنا اتعودت على ريحته، ما عدتش قادرة أعيش من غيره، أنا أدمنته. قال لي طب وجوزي؟ قلت له مش هخليك تقول له ولا تعرفه. قال لي تمام. قلت له هسيب لك الفلوس في مكان ما تدخل تاخده من الأوضة، ما هم بيخشوا من الأوضة ويقفلوا عليهم. قال لي تمام. كان يدخلوا الأوضة طبعا بيشموا الحشيش، فكان عارف مكان الفلوس اللي أنا بسيبها له ويحط لي مكانها الحشيش. تمام. وبقيت أشرب الحشيش وأدمنته. المهم كل مرة أسيب الفلوس ويجيب لي الحشيش. ففي مرة لقيته طلبني وقال لي أنا مانيش عايز فلوس. قلت له ما أنت عاوز إيه؟ قال لي أنا عايز حاجة تانية خالص، أنا عايز أشوف شكلك إيه وعاوز أعمل علاقة معاكي، وهجيب لك الحشيش وأكتر منه كمان، وهديك فلوس كمان. قلت له طيب ماشي. وفعلا اجا في يوم اديته ميعاد، واجا شافني، ما عمروش شافني،
وحصل علاقة بينه وبينه. أصبح بينه وبينه علاقات كتير. قصاد إيه؟ قصاد إن هو يجيب لي الحشيش، وفي نفس الوقت وبقى يعطيلي فلوس كمان. ففي مرة صدفت الظروف، إجا جوزي ولقاني نايمة معاه في سريره، في سرير جوزي. ساعة ما شافنا هو اتفاجئ ان يعني ما كانش يتوقع ان هيشوف مراته كده. فصاحبه اللي انا كنت معاه قال له بقول لك ايه، انت تقعد كده هادي وهنتكلم مع بعض. قال له هنتكلم مع بعض نقول ايه؟ قال له لو انت اتكلمت وزعلت ما عدتش هجيب لك الحشيش، وشوف بقى انت هتجيبه منين، وفي نفس الوقت ممكن اعمل لك مكيدة واسجنك واخليك ورا الشمس. قال له خلاص مفيش اي مشكلة. بقيت اعمل علاقة مع صاحبه ومع جوزي، والاتنين شايفين الوضع وقصاد بعض كده مفيش اي مشكلة. ازاي يعني؟ ازاي؟ زي ما بقول لكم كده، كان يبقى هو وجوزي في البيت، كان يقول لجوزي انا هنام معاها قبل منك، واخلص معاه ويرجع جوزي يعمل العلاقة معايا. انا زي اي واحدة بتاخد بقى الكيف، فكنت متمتعة مع الاتنين. بس اللي كنت متغاظة منه اكتر هو جوزي، ان انا للدرجة دي ما انتش غيران عليا، انا للدرجة دي ماليش اي قيمة عندك. بدأت افكر ان انا انتقم منه. فقلت لصاحبه اللي هو اعتبر بقى خلاص عشيقي، قلت له انا عايز اخلص من جوزي. قال لي ليه؟ هو عامل لنا ايه؟ ما كل حاجة قدامه موافق. قلت له علشان ما فيش راجل محترم يقبل ان مراته تنام مع واحد قدام عينه ويسكت ولا يتكلمش. قال لي يعني انت عايزه ايه؟ قلت له هو حاجة من الاتنين، لازم نتخلص منه. انا ما عدتش عايزاه على كده الحياة. طيب قعدنا بقى نخطط نعمل ايه. كترنا له الجرعة بتاعت المخدرات والحشيش والكلام ده. هو ما يعرفش هو بياخد ايه. بقينا نكتر في الجرعة، جات له بقفلة، كتمت معاه ومات في الحال. نعمل ايه؟ اخدناه لفناه ورمناه الفجر في الشارع بعيد عن البيت، على اساس ان محدش هيعرف، هيقول ان هو كان في مكان ما وكان بيحشش وكتمت معاه ومات، ونطلع احنا من الموضوع ده. طبعا لما الناس قامت الصبح ولقت الجثة طبعا هيطلبوا الشرطة. طلبوا الشرطة، يستدعوا مين؟ يستدعوا مراته ويستدعوا اصحابه. اتفاجئت ان في واحد متربص لنا في الشارع وعارف القصة، ان صاحب جوزي بيطلع في وجود جوزي او في غياب جوزي. كان بيراقبنا واحنا ما كناش نعرف. فلما عرف جوزي انه مات، طبعا هما بياخدوا اقوال الجيران واقوالي واقوال اصحابه. اتفاجئت ان الجار ده بيقول له في علاقة بينها وبين الراجل ده، لان يوميا بيبقى عندها في وجود جوزها وفي غياب جوزها، وانا حاسس ان الجريمة دي ما خرجتش منها ولا من عشقها. طبعا مع محاولات كتير من الشرطة اعترفت انا وهو، واحنا دلوقتي تحت الاعترافات والتساؤلات وتحت القضية، والامر انكشف. طيب ليه انا بقول المشكلة دي؟ طب يعني ليه بتقوليها؟ علشان زي ما قلت في الاول، الطريق السيء او الطريق الشر اخره شر. مفيش طريق هتبدأ فيه ويكون شر الا ما يكون اخره شر. مفيش واحدة هتخون جوزها او جوزها هيشوف بعينه خيانتها مع عاشقها
ويقبل ويسكت إلا لما يبقى نهايتهم زي النهاية دي بالظبط. مش ممكن أبدا يكون في العلاقة أو في القصة دي آخرتها بتبقى خير، لا، آخرتها أكيد دمار زي اللي حصل. فربنا يعافينا ويعافيكم. وأنا بوجه كلمة لأي راجل ولأي ست: أي راجل ما يدخلش بيته راجل. مستحيل إن في راجل يجيب لبيته راجل. حتى لو مراتك في الأوضة، هيجي اليوم إن هيتقابل معاها، وهيجي اليوم إن هي تبقى عايزة تشوفه وتشوف شكله إيه، زي القصة دي بالذات أو زيها كتير. فبتبقى النهاية كوارث، دمار، خراب، سجن. هو ده لازم يكون نهايتهم. اسمعوا المشكلة، وعايزة تعليقاتكم وأقول لكم أشوفكم على خير في مشاكل أخرى. مع الصفا، وتصبحوا على ألف خير. سلام.